السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نتعرفوا على واحد السلالة اللي معروفة مشهورة في إسبانيا واللي ولات مشهورة حتى عندنا هناتي في المغرب. هي سلالة من الماعز اللي جاية من إسبانيا واللي الاسم ديالها المورسيانا. هي سلالة عندها شهرة كبيرة في العالم بسبب الحليب ديالها والجودة اللي كتقدم، وكان تزاوج ما بين السلالات حتى عطاتنا هاد المعزة المبهرة، واحد الإنتاج مبهر بحيث تولدت هاد السلالة قوية ومنتجة، ورسميا اعترفت بها دولة إسبانيا في 1975. من ذلك الوقت وهي من أهم السلالات إنتاج حليب في إسبانيا. والشيء اللي كيميز هاد الماعز هو إنتاج كبير ديال الحليب. معزة وحدة تقدر توصل حتى ل500 لتر في الموسم ديال الحليب، والحليب ديالها ماشي غير كتير، راه فيه جودة عالية ونسبة الدهون كتكون كبيرة وبروتين. وهاد التركيبة كتعطي حليب مثلا صناعة الأجبان، خصوصا الأجبان التقليدية المعروفة في إسبانيا. زيادة على الحليب، هاد الماعز عندها مميزات كتأقلم بسهولة مع مختلف الظروف المناخية، سواء المناطق الجافة أو الباردة. وحتى التكاثر عندها واحد الخصوصية اللي مزيانة، وهي أنها تقدر تولد العام كامل، يعني تولد من ولدة حتى لجوج، وغالبا كتولد توأم، وهذا الشي اللي كيخلي هاد المربين يفضلوها بزاف. واليوم المورسيانا ما بقاتش غير في إسبانيا، كاينة أكثر من نصف مليون أنثى حليب مسجلة، وهاد السلالات كتنتشر حتى الدول الأخرى بحال المغرب، الجزائر، تونس، وأيضا بعض الدول ديال أمريكا اللاتينية. وهذا انتشار كيأكد قيمة اقتصادية كبيرة ديالها، بحيث كتساهم في الأمن الغذائي، كتوفر مصدر دخل مهم للمربيين. وكاين جمعيات ومنظمات في إسبانيا اللي خدامة على تحسين هذه السلالة وتضمن الجودة ديال الإنتاج بحال معزة ديال المورسيانا. وباختصار، الماعز المورسيانا سلالة اللي جمعت ما بين الإنتاج العالي والجودة المميزة والتأقلم القوي مع جميع الظروف، وسلالة عندها تاريخ وأهمية كبيرة في العالم ديال تربية الماعز. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.